اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، صحة وسعادة، اللهم امين يا رب العالمين. يلا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول. نشوف هنعمل النهاردة الفتة الصعيدي. الفتة الصعيدي دي بالدقة والثوم طبعا، بالخل والثوم هنعمل احلى فتة صعيدي. طبعا هنعلق اللحمة الاول زي ما انتم شايفين. هنعلق اللحمة زي ما انتم شايفين كده. حطينا طبعا، علقنا الحلة، هنحط نرمي اللحمة في الحلة وهنسيبها كده لحد ما تستوي. نعمل شوربة للفتة. طبعا اللحمة دي لحمة مفتولة، يعني لحمة الجنسرتها صغيرة مش كبيرة، اسمها لحمة مفتولة. طبعا علقنا اللحمة في الحلة ونغطيها لحد ما تستوي. منحطلهاش ملح دلوقتي عشان ملح يخليها تتأخر في السوا. هنغطيها وبعد شوية بناخد لها غلوتين كده الاول، نشوف الوش بتاعها وبعد كده نحط لها الملح والفلفل بتاعها. طبعا هنا هنعمل التومة اللي هي الدقة بتاعت الفتة. هنحط طبعا السمنة، وبعد ما نحط السمنة هنحط التومة يا جماعة. هنفضل نقلبها، ما نخليهاش تحمر، هنخليها كده تصفر بس، وبعد كده نزيدها بربع كوباية خل. ربع كوباية خل صغيرة مش كبيرة، يعني احنا هنحط خل بس هنحط خل مش كتير، ربع كوباية كده بس صغيرة. بس بعد ان شاء الله التومة كده لما تصفر كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا جماعة اللي وصل لحد هنا يحط اللايك ويشترك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد مني. انا شايفة المتابعين يعني اشتراك قل شوية، والمشاهدات قلت. يا جماعة حطوا لايك واشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد مني. شير يا جماعة عشان القناة الفيديو يترفع والناس كله تشوفه. طبعا احنا بنقلب في التومة. انا بشكر كل حبايبي اللي هم دخلوا قناتي جديد، اشتركوا في قناتي دي جديد، بشكرهم خالص. واحلى متابعين في الدنيا، ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمة في حياتي، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا التومة خلاص صفرت. بعد كده هنحط عليها الاول الخل، نديها تقليبة، وبعدين الخل نحطيه على اساس ايه يبقى يعمل ريحة كده وحلو. وبعد كده نزيدها بالطماطم او الصلصة. طبعا احنا مش هنخليها تحمر، هنقلب فيها كده لحد ما تصفر كده بس، وبعد كده نزيدها بالخل. طبعا انا حطيت لها معلقة ملح ومعلقة فلفل اسود. اول ما تصفر كده هنزيدها بالخل. ده دقة الفتة يا جماعة، اللي هي الدقة اللي هي بالخل والثوم. طبعا كده وطيت النار عشان احط لها ربع كوباية الخل، هي ربع بس مش هحط كتير، بصوا ربع، يعني يمكن ما مكملاش ربع كمان. هنديها تقليبة كده كويس خالص، وبعد كده نزيدها بالطماطم، وبعد كده نسيبها تاخد وتدي ببعضيها كده لما تستوي. هنزيدها بالطماطم اهي، او دي الطماطم اللي انا عملتها قبل كده صلصة، لازم تتصفى عشان الغلة اللي في الطماطم تتصفى منها. طبعا انا زي ما انت شفت انا عملت الصلصة معاكم وشفتوني لما صفيتها من القشرة والغلة اللي فيها. ادي الشوربة يا جماعة، خلاص اللحمة خلاص استوت. هنعمل الرز هيبقى رز ابيض. طبعا احنا هنحط سمنة
وهنفضل نقلب فيه كده لحد ما ايه يشرب الرز في السمنة مع بعضيه، ياخد تشويحة حلوة كويسة كده. وبعد كده نزيده بايه بمية. انا مهزتش بالشوربة لان الشوربة انا اخليها للفتة. طبعا غسلت الرز كويس كده وسبته يتصفى اهو. غسلته طبعا كويس وسبته يتصفى. اول ما كده احطه اول ما يتصفى كويس هنحطه في الحلة على السمنة، وهنقلبه لحد ما ياخد له تشويحة حلوة كويسة كده. هنحط طبعا الدقة دي شوية شوربة، معلقتين شوربة كده اهو. هنقلبها كويس كده. هي استوت كويس في بعضيها الطماطم مع التومة. وهنوطي عليها. نسيت انا كنت بغطي الغطا الحلة اللي هو بتاع الرز، نسيت اغطي بيه حلة الشوربة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنحط الرز خلاص كده يصفى الرز، هنحطه في الحلة وهنشوح فيه تشويحة حلوة خالص اهو. كمية الرز اللي احنا هنعملها هياخد تشويحة حلوة. البتاع احنا مش هنحمره، احنا هنشوحه بس في السمنة كده، على اساس ايه ياخد تشويحة حلوة كده، على اساس لما تزيديه بالمية او بالشوربة ايه يبقى مفلفل وحلو معاكي كده. هتبقى حباية حباية، ما يبقاش معجن ولا حاجة. نقلب فيه كده لحد ما ايه يشوح تشويحة حلوة خالص. طبعا كده اللحمة خلاص استوت. هنطلعها عشان نحمرها. بصوا احنا هنشوح الرز تشويح، مش هخليه يحمر ولا اي حاجة، هيشوح بس. عندما يتشوح وياخد التشويحة اللي هي هنزيده بالمية. انا ما هنزيدش بالشوربة. الشوربة انا هخليها للفتة يا جماعة. عشان ايه العيش، احنا العيش هنحطه في الجلاية عشان يتحمص. ما تحمصيه يبقى طعمه حلو. ممكن تحمصيه على النار، بس انا فضلت ان انا احطه في الجلاية احسن. ممكن تحط في الفرن العادية. يعني عايزة تحطيه في فرن عادي، على النار، على العين عادي، عين البوتاجاز، تقلبيه كده. عايزة تحطيه، انا استسهلت كده والله وحطيته في الجلاية، قلت يتحمص ويبقى حلو. طبعا شوحنا الرز تشويحة حلوة. هنزيده بالمية. انا زي ما قلت لكم هزيده بمية، ما هزيدوش بشوربة. انا ممكن كنت زدته بمعلقتين شوربة وكملت بمية، بس انا حبيت ايه عشان ما يبقاش كل الاكل دسمة، حبيت ازيده بالمية. والشوربة هنخليها للفتة. بصوا كده خلاص كده خد كمية المية اللي هو عايزها. خلاص هنحط له ايه من الملح، هنظبطه ملح وبعد كده نغطيه عشان يستوي. كده هنحط له الملح لسه. نظبطه ملح، وبعد ما نظبطه الملح هنغطيه بالغطا ونسيبه يستوي. بصوا هو هيغلى اهو. طبعا انا حطيت المية كانت سخنة مش مية باردة، فعشان يغلي بسرعة. بصوا انا حطيت العيش في الجلاية زي ما انتم شايفين عشان ايه يتحمص في الجلاية. والرز خلاص اهو استوي. شوفوا مفلفل فلفل كده واحدة واحدة. بصوا فلفل. هو رز الفتة يا جماعة لازم يبقى ابيض، ما يتحمرش، لازم يبقى ابيض. دي الشوربة خلاص اهي. اللحمة استوت، هنطلعها عشان نحمر منها. احنا ما نحمرهاش كلها، نحمر بالطلب بس. بس كده احنا هنحمر اللحمة.
الطاسة اهي اللي هنحط فيها اللحمة نحمرها. طبعا بعد ما احط اللحمة لازم اغطيها بغطا عشان ايه ما تفرقعش، وفي نفس الوقت عشان تبقى طرية وحلوة. لما تغطي اللحمة بالغطا هتلقي اللحمة قاعدة طرية ما تنشفش منك. قلبناها اهي خلاص كده قربت تحمر. نطلعها وهنعمل الفتة بتاعتنا. هنعمل طبق، في احلى طبق فتة. رز خلاص استوى هطفينا عليه، وادي العيش اتحمص اهو. طبعا احنا هنعمل على كد اللي هياكل بس، فاحنا هنعمل طبق واحد، وبعد كده اللي هيبقى عايز ياكل ياكل. بس انا حبيت اوريكم. هنحط طبعا نفرق كده الرز على العيش المحمص ده، وبعد كده نزيد بالشوربة. ما هنحطش كمية شوربة كتيرة، كمية قليلة عشان ايه الرز. انا ممكن اعمله في صينية، بس انا حبيت اعمله في الطبق اسهل واحسن عشان يبقى جاهز على طول. منقعدش نعمل في الصينية وبعد كده نرجع نغرف تاني. قلت اعمله في الطبق احسن وخلاص. زي ما انتوا شايفين كده هنحط عاد الشوربة بعد كده اهي. نحط الشوربة، وبعد ما نحط الشوربة هنروح ايه موزعين اللي هي الدقة بالخل والثوم حوالين داير كده في الطبق، وبعد كده نحط في وسطاني اللحمة. احلى طبق فتة كان حلو خالص والله، طعمه حلو وبالهنا والشفا لكل اللي هياكل. كان طعمه لذيذ وحلو خالص. فتة العيد دي يا جماعة، انا عملت فتة دي عاملاها بس ما كنتش لسه نزلتها. دي فتة العيد عاملاها من تاني، عملتها انا كده، انا عاملاها تاني يوم. نزل طبعا الفيديوهات اللي احنا عملناها الاول، وبعد كده ننزل فيديو ان شاء الله، فيديو الفتة ان شاء الله. اللي وصل لحد هنا ما ينساش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلوا كل جديد مني. القناة هتكبر بيكم ومعاكم. حط اللايك يا جماعة، شير عشان الفيديو يترفع. بالله عليكم حطوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.